السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بنعمة وصحة وستر. بعد الجدل الكبير جدا 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 بتاع وصفة الكابرون والامريكيه، ناس كتير بتسألني ومش عايزة اقول لكم كمية الرسائل. كان لازم عشان اجاوب على الاسئلة دي وعشان في معلومة مهمة جدا كان لازم اتأكد منها. رحت للدكتورة صاحبتي النهاردة اللي هي اخصائية الجلدية وسألتها مباشر. قالت لي والله انا ساعات قسما بالله بكتبه للناس في الروجيتا، لانه بيحتوي على ماده الترانزيميك اسيد اللي هي بتبيض البشره وبتصفي البشره وبتساعد على تنظيم الميلانين. وقالت لي شويه كلام ومصطلحات كده مش عايزه اشغل بالكم بيها. تمام كده. وقالت لي برضو الوصفه اللي انا بقول عليها اللي انا واخداها من دكتور عاصم فرج ومن دكتور مش عارفه، والله انا اسفه مش فاكره اسمه، بس هو برضو اول من قال عليها من كام سنه كده. هي مش وصفتي يا جماعه، بس انا البنات جربوها وانا جربتها فالدنيا حلوه. انا ما بحبش البياض الشاهي او بحب البشره تبقى صافيه على فكره. المهم قالت لي ان الكابرون مع الامريكيه مع الريتش بانسينول حلو جدا جدا جدا. وقالت لي كمان ان الامريكيه ده تحفه التحفه التحفه. وقالت لي على وصفه للهالات السوداء بالامريكيه لوحده. قالت لي جربيها وعليا. طبعا انا جبت الامريكيه اصلا مع نفسي علشان اجرب، وقلت ما اقول لكم عليها الاول وهجرب برضه. وجبت ده ايه؟ تراميسين. عارفينه؟ تراميسين. ده التراميسين. تمام اهي الملكيه من التراميسين. وقالت لي على البيبانسين. البيبانسين قالت لي انه بيملى تجويف العين وبيساعد في التقعر. انا ما عنديش انتفاخات بس عندي تقعر فعلا، عندي تجويف تحت عينيا كده، فحبيت ان انا اجيب الامريكيه واجرب الوصفه. قالت لي على وصفه تانية للنمش غير عاديه غير عاديه. انا عايزه احط التاتش بتاعي فيها، بس هي قالت لي جربيها كده. بس انا بقول لكم احنا ممكن نعملها بطريقه تانية حلوه قوي قوي قوي. قالت لي عارفه الناس اللي عندها نمش وبشرتها فيها نمش كتير، لو فضيتي امبول الامريكيه على الكابرون على امبول الامريكيه وخلطتيهم مع بعض وحطيتيهم على وشك ودعكتي بيهم النمش مره واثنين وثلاثه مش هتلاقي نمش. والله قالت لي كده، والله كمان يمين الدكتوره. وقالت لي بعدها رطبي ببانسين او ريتش بانسينول او حاجه من ايه، من حاجات البانسينول. قالت لي بقى الامريكيه، نسيت اقول لكم الامريكيه مع التراميسين مع البيبانسين، انبوبه البيبانسين، نص انبوبه البيبانسين، نص انبوبه البيبانسين مع التراميسين ده مع امبول واحد امريكي، وتقلبيهم كويس جدا جدا جدا. لو عندك جفاف شديد ممكن تضيفي نص معلقه جل صبار. قالت لي الوصفه دي حلوه جدا 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 جدا. وقالت لي كمان انها حلوه للسواد اللي حوالين الفم. انا مش محتاجه احلف اكتر من كده بصراحه. يبقى احنا كده النهارده عملنا اعجاز. لو احنا هنعمل وصفه الكابرون للبياض وهنعمل وصفه الامريكيه للتجويف اللي تحت العين او السواد اللي تحت العين، او كانك والله 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 ان هي قالت لي كانك عامله فيلر بالظبط. الامريكيه لوحده من غير الكابرون، امبوله الامريكيه. قالت لي لو عايزه كانك عامله فيلر اسفه تحت عينيكي، جربي امبول الامريكيه مع التراميسين مع نص انبوبه البيبانسين. فانا طبعا ما قدرتش استنى لما اجرب، بس انا هجرب لان جبت خلاص الخامات بتاعتي وهجرب وهقول لك الطريقه. بتقول لك بالليل بتخلطيهم كويس جدا وجزء بسيط جدا جدا قد مثلا حبايه البسله او اقل قد حبايه العدس بقى. هذا تيبنج كده بالطبطبه بس وفي اتجاه واحد. قالت لي تحفه التحفه التحفه. جربوا يا بنات وان شاء الله يطلع احلى حاجه، وان شاء الله يطلع كله بفايده. واحنا كل هدفنا ان احنا نبقى حلوين. وعايزه اقول لك ان كل ست حلوه، مفيش ست وحشه، مفيش ست مش جميله، مفيش ست ملهاش التاتش بتاعها. الستات زي الفاكهه وكل فاكهه وليها مغرمينها واللي بيحبوها، واحنا احلى فاكهه في الدنيا. حتى لو وصلنا من السن 100 فاحنا برضو الفاكهه القمر اللي كل الناس بتتهافت عليه. اوعي تحسي في يوم من الايام ان انتي مش حلوه او مش مرغوب فيكي. الاحساس ده لوحده هيخليكي في حته تانية. لا مش عايزينه خالص خالص خالص. جربي الوصفه دي وتعالى اقول لك يلا نعمل فيلر تحت عينينا بالوصفه الجميله دي، ويلا نشوف. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.